لا أعرف. أنا لا أعرف أين أنا أصلا. أنا ضيف فقط، وأنا لست من طلاب السياحة في الأرض ولا أبدا. إن خرجت أنا أخرج فقط للمكتبات أشتري كتبا، لا أذهب لأتسوح ولا أتفسح. أنا حياتي كلها يا شيخ محمد داووم، وأنت ارتأيت أن تعرف بي وأنت لا تعرف عني شيئا. أنا حياتي كلها منذ نعومة الأظفار وأنا دون العاشرة في العلم وبين بطون الكتب. أنا لم أولد هكذا ولادة إعجازية بعد 30 أو 40 وأصبحت مثلا من أهل العلم. لا لا لا، أنا حياتي كلها في بطون العلم والأسفار بفضل الله تبارك وتعالى. أنا من المحبين المتيمين برسول الله وآل رسول الله. فالحقيقة أنا من العاشقين لآل محمد، نعم. وأقول لأخي الشيخ الخميس دائما هو يعني يهوله كيف يتحدث عن فاطمة. يا أخي الشيخ عثمان، والله العظيم يا أخي أقسم بالله، وأنا لك محب إن شاء الله تعالى، لا أقول هذا مبالغا، والله أنا أحب كل الموحدين. نصيحة من العبد الضعيف عدنان إبراهيم لأخي عثمان الخميس: راجع نفسك في تعليقاتك على أهل البيت. ما الذي يغيظك أنني أسلم على فاطمة؟ أحب فاطمة يا أخي، كيف لا أحبها؟ هل تتوقع مني أن أجعل عائشة رضوان الله عليها في مثل مقام فاطمة؟ إني إذا لمن الجاهلين. هذا سيغيظك ربما. لا 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 لا، في نظري خذوا هذا عني، قولوا قال عدنان إبراهيم ثم احكموا بما شئتم. لست من الجاهلين أيها الإخوة أو المخذولين لأقول إن عائشة يمكن أن تقرن بفاطمة أصلا. عائشة بنت أبي بكر، فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد. لن أغلب على عقلي، لن أغلب على عقلي. بنت محمد، بنت محمد يا شيخ عثمان. طبعا لن أتحدث عن عائشة بأي حال من الأحوال كما أتحدث عن فاطمة حتى تكون مرتاحا. أنت لا تكتشف خبئا، أنت لا تكشف عن سر. انظروا كيف يتحدث عن فاطمة. فاطمة عليها السلام، أنا خادم لأعتاب فاطمة، خادم لنعل فاطمة عليه السلام. هان أنا تتوقع مني؟ فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. النبي يقول بضعة، وهي في الصحاح: يريبني ما يريب، يريبني ما يريبها. يغضبني ما يغضبها. بضعة، إنها بضعة المصطفى، لحمه ودمه، لحمه ودمه. اعذروني والله هكذا أغلب على نفسي. قد بدأت هادئا، أحب أن أبقى هادئا لكن لا أستطيع. فأقول للشيخ عثمان: يا أخي بالله عليك، والله أنا مشفق عليك، أقسم بالله، بالله عليك استهدي الله تبارك وتعالى، استهدي الله، يهديك الله إن شاء الله. اترك يا شيخ عثمان. أنا أقول لك هذا المقام الذي أنا فيه الآن هذا خيال، هذا خيال. أنا نفسي لا أرى نفسي إلا خيال، أنا نفسي لا أرى نفسي إلا خيالا. أرى كل شيء بمنظور زوالي، كل شيء زائل ذاهب. هذا البخار والخيال يا شيخ عثمان، يا شيخ داوود، وكل المشايخ تكلم. أنا أفعل هذا إن شاء الله تعالى مستعينا بالله والله العظيم وفي نيتي دائما. تكلم كما لو كنت الآن على فراش الموت. الآن أنا الآن أنزع، أحتضر، ماذا سأقول؟ ماذا سأقول؟ أنا الآن أكلمك يا أخي الشيخ عثمان كما لو كنت أنا الآن على فراش الموت.